أزمة كرتونة البيض تجتاح الولايات المتحدة الأمريكية. فهل هي أزمة اقتصادية أم أزمة صحية؟ أهلا بكم في كلام وسيم، ويا رب تكونوا بخير وسلام. في الحقيقة أنا مش بتاع أخبار، ولكن للأسف الزيادة الرهيبة اللي حصلت في أسعار البيض في أمريكا يؤدي إلى القلق. واحنا عارفين وفاهمين ان اي حاجه بتبتدي في امريكا بتتكرر كده زي الدومنه لباقي المناطق. فللاسف اللي حصل في امريكا اليومين دول ان من شهر او شهرين فاتوا كان ممكن الدازن بتاع البيض اللي هي الكرتونه اللي فيها 12 بضايه كانت بتتباع باقل من $2. النهارده وصلت لاكتر من 6 و7 دولار، والناس في امريكا بيشتروا كميات اكبر. فكان الستاندرد باكج بتاع البيض هو ال 18 اللي بنسموها دازن ونص، 18 بضايه كانت بتتباع في حدود $3. دلوقتي بقت بتتباع في الهول سيل، يعني في الهول سيل اللي هي الحاجات الكبيره زي مثلا كاسكو في امريكا، ممكن في المانيا مثلا حاجه زي مترو، في مصر حاجه زي كارفور. الحاجات الكبيره دي بقت بتتباع فيها ب $10 وما يديكش اكتر من كرتونه واحده. ايه اللي حاصل؟ اللي حاصل ان في ازمه صحيه، وده اللي قالت عليها اليو اس دي اي اللي هي وزاره الزراعه الامريكيه، اللي هي اليو اس ديبارتمنت اوف اجريكلتشر. قالت ان في اكتر من 60 مليون طائر حصل له او جاله حاجه اسمها انفلونزا ايفيان. وايفيان ده نوع من انواع انفلونزا الطيور اللي بتؤثر على الفراخ والطيور. بتبقى عيانة يحاولوا يعالجوها ولكن بيعدموا كل البيض. عشان كده هو ده اللي مسبب زيادة في أسعار البيض. طب هل الأزمة دي ممكن تنتقل؟ طبعا ممكن تنتقل، لأن احنا شفنا قبل كده انفلونزا الخنازير، انفلونزا الطيور، كل ده بينتقل. طبعا بتخلي سرعة انتشارها فممكن تحصل في حتت تانية. طب ايه علاقة الاقتصاد بالموضوع ده؟ الاقتصاد طبعا بيتأثر بالموضوع ده، لأن الايج اندكس، وده اللي واحدة من ضمن الايتمز اللي بتحدد عليها الانفليشن ريت. الانفليشن اللي هو التضخم، بيجيبوا حاجة اسمها باسكت كده، يعني زي سلة، وبيحطوا فيها الحاجات الأساسية زي مثلا البيض، اللبن، الجبن، الحاجات دي. فطبعا النهارده ارتفاع سعر البيض 300%. كل شهر بيحددوا الانفليشن ريت بناء على الشهر اللي قبله، يشوفوا نفس الباسكت دي كانت سعرها كام في شهر 12، هيبقى سعرها كام في شهر يناير، ويبتدي يحددوا ويقولوا ان الانفليشن ريت. فطبعا دي هتؤدي الى انفليشن ريت هيعلى. تاني حاجة ان البيض طبعا مكون اساسي في حياتنا، ولكن هو برضو عنصر اساسي في بعض الصناعات الاخرى. يعني مثلا صناعة الحلويات، طب الحلويات دي مش اساسية، لكن مثلا صناعة المكرونة وحاجة ضرورية وسلعة ضرورية في بعض الدول كتير. فده تخيلوا طبعا ارتفاع سعر البيض ده هيؤدي الى ارتفاع بعض الاسعار التانية. فعشان كده هي ازمة صحية واقتصادية ان شاء الله تعدي، واحنا ممكن استهلاكنا نحاول نرشد استهلاكنا من البيض اليومين دول، ونحاول نقلل منه شوية او نشوف حاجة الترناتيف. ربنا يسترها. اشوفكم في موضوع تاني.